مرحبا، شايفين عنا هاي المكونات. هلا بقلكن شو هي. اليوم ماما رح تعملنا طبخة كتير طيبة ومن اختراعها. في عنا هون بطاطا مقطعة بهذا الشكل، في عنا بصل مفروم وجزر، في عنا أرضي شوكي أو أنجينار، ما بعرف انتو شو بتسموه، في عنا سفن دجاج. خليكم معي وشوفوا ماما شو رح تخترع بهاي المواد. هلا مثل ما شايفين حطينا معلقة سمنة وعم نقلي الدجاج اللي قطعناه لقطع هيك، شايفين مكعبات للسفن. رح تحط ماما هلا ملح. هلا انا بحب احط الملح اخر شي حتى الدجاج ما ينزل عصارته. ماما بتحطهم اول شي. ما علينا، سلقناه نص سلقة. سلقناه شي انه نص سلقة. انتو فيكم دغري تقلوه. شايفين. هلا كمان رح تحط ماما البهار. بتورجيكم شو البهار اللي رح تحطوا ماما. كاري. واذا ما عندكم كاري، اذا بدكم لون، فيكم تستعيضوا عنه بشوية كركم. زنجبيل كمان مشان الزنقة اذا بدكم. شو حطيتي ماما اخر شي؟ كاري كمان يعني. حطيت ماما كاري وزنجبيل وملح. رح اقليهم لحتى يستووا وبرجع يكون. انا رح نحط معهم. هلا حطينا البصل. هلا حطينا البصل ورح نقلي البصل مع الدجاج. بنحركهم لحتى تستوي البصلة. نحن حطينا البصل، بدنا البصل يدبل مثل ما انتم شايفين. وهلا بعدين بدنا نحط الجزر، شوية جزر ممكن، لأنه الجزر اسم بيطول ليستوي. اسم منه. بنحركهم مع بعض. فوقهم الانجينار كمان نقلبهم معهم. ماما عم تساعدني مشان التصوير. اساسا هي ماما اليوم هي اللي عم تطبخ. مرحلة رح وطي شوي الغاز وغطيها واستنى شوي حتى يستوي الجزر ويستوي الانجينار. لازم نحط البطاطا كمان نقلبها معهم. تعرفوا البطاطا هي اقل وحدة بدها استواء، يعني بتحط الشغلات حسب درجة استوائها. اول شي الجزر، بعدين الانجينار، اخر شي البطاطا. طيب قرفة. رح احط كمان حبوب هيل. رح احط ماما شوية ماجي، هاي بودرة الخضرة يعني. بهالمرحلة أنا سخنت مي. رح أحط مي تغمرها. شايفين غمرنا الأكلة بالمي. شايفين بدنا نتركها تتسبك مع بعضها وتستوي. رح غطيها واتركها تستوي مع بعضها. بس ماما حابة تحط شوية فلفل أسود عليها. اختار شوية فلفل أسود. قلت لها ما ترشي فوق الطبخة لأنه بس ترشوا بهار. إذا كان من قلب علبة البهار هيك بترطب، فأنا لا، بحب انه احط بمعلقه وبعدين احط البهار. المهم هلا حطينا لها فلفل اسود ورح نغطيها ونتركها تتسبك وتستوي مع بعضها البعض، تنطبخ يعني. على كلين اكله كتير سهله وطيب. جنن. اختراعك هاي اول مره بنعملها بالقناه. غطيها ماما. تمام. رح نتركها حتى تستوي كل المكونات. هاي المرحله انتم بتزبطوا ملحها. عرفتوا بتذوقوا الملح وبتزبطوا ملحها. كثير سهلة. شوفوا خلصت. استوى دجاج، بتطمنوا انه استوى الدجاج، استوت البطاطا، استوى الجزر، استوى كل شيء، وبتطفوا تحتها بس تخلص. انا بدي اطبخ رز. شايفين قديش السمنة قليلة يعني ما كتير. انا بدي حمص فيها شعرية. انا عم حمص شعرية ورح انصحكم برز كتير كتير طيب. رح اورجيكم اياه هلا. هذا هو الرز، اسمه كارن، خرافي كتير طيب. كارن، جربوه على طريقتي وما بتندموا، واكتبوا لي إذا جربتوه.
خلصت الطبخة خرافية كتير طيبة، بتمنى انه تجربوها على طريقة ماما. وعملنا رز جنبها، شايفين رز مفلفل، حبة واختها هذا كانوا قلت لكم عنه. ماما كانت عاملة تبولة، بس انا عم ذكركم حتى اذا رايح عن بالكم محتارين شو بدكم تطبخوا، تتذكروا تبولة ماما دايما طيبة، كتير كتير طيبة. هلا رح دوقها وخبركم اذا طيبة او لا. ماما بدها تدوق وتخبرنا. اسكب لك وتخبرينا اذا طيبة ولا مو طيبة. هلا بالعادة انا بحط لها عادة كركم، بس ماما اليوم ما حبت تحط كركم. لأنه حطيت كاري ايه حاج. صح، معك حق، بس انا بدخل كركم بكل شيء، رح نجرب. بحسه انه صحي. ماما دايما بتحب الرز مع فلفل وانا كمان، فخبرينا مومنت اوف ترو. يلا رح دوقها طيب. على مهلك. ناطرينك. يعني نحن عاملينها قبل وكتير طيبة، بس اليوم أنا قلت لها ماما ولا مرة صورناها، خلينا نصورها نقشر ونعرف. خرافية الأكل. والرز كله طيب. صح وهنا. جربوها على طريقة ماما، نصيحة، واكتبوا لي بالتعليقات إذا جربتوها أو لا. كتير طيبة. صحة. وإلى اللقاء بطبخة قادمة. عيسى. وأنا بالنسبة لإلي تبولة ماما هي الخرافية اللي ما بقدر قاومها. شوفوا بتعمل بقدونس كحل، بتعمل بقدونس كتير، هذا الشيء أنا ما بعرف أعمله بصراحة. شوفوا سر نكهة تبولة ماما، رح أحط لكم فيديو التبولة كنت مصورتها قبل هيك بالقناة، رح أحط رابط الفيديو بأول تعليق وبصندوق الوصف.